يعني ما تمالكيش، ولكن من يمشي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابي الكرام، أيها الأخوة المؤمنون الأخوات المؤمنات، أيها الحضور الكريم، إنه لشرف عظيم لنا أن نجتمع اليوم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك، نجتمع معكم مرة أخرى لنحتفل مرتين، خصوصا أننا في هذه السنة وككل سنة يجتمع لنا الاحتفال بتأسيس معهد الهداية بتعاونية الفتح قرية الكمان، معهد الهداية لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية. يجتمع لنا هذه السنة مع احتفال المغاربة بالذكرى الغالية على قلوب جميع المغاربة، ذكرى ترفع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم دائما ربيع قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على أبنائنا وأبنائكم بحفظ كتاب الله عز وجل. أيها الأخوة الكرام، لا يوجد في هذه الدنيا شيء يحتفل به أكثر ما يحتفل بكتاب الله عز وجل. أفضل الدنيا ما نحتفل به هو كلام الله عز وجل. وجينا اليوم باش نكرموا ونحتفلوا ونفرحوا مع الطلبة ديالنا والطالبات ديالنا اللي بذلوا المجموعة أو بذلوا المجهودات الجبارة، ضحوا بأوقاتهم وضحوا بعطلتهم باش يلتحقوا بالكتاب القرآنية المعلمة التاريخية التي يسهر على العمل بها مجموعة من المحسنين والمحسنات سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، وعلى رأسهم عبد الحاج مصطفى الذي يبذل قصارى جهده لإبقاء هذه المعلمة الدينية التاريخية باش تؤدي الثمار ديالها وتؤدي النتائج ديالها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجهودات في ميزان حسناتهم جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل صدقاتهم ونفقاتهم في ميزان حسناتهم ويجعلها صدقة جارية لهم ولوالديهم ولجميع المسلمين. أحبابي الكرام، نبدأ حفلنا اليوم كما شهدنا جميعا بدينا بهذه الجولة الربانية، الجولة القرآنية بمعهد الهداية، مرورا بشوارع هذه البلدة المباركة، وصولا إلى هذا المسجد المبارك مسجد تعاونية الفتح، لنكمل فقرات هذا البرنامج الرباني. أيها الأخوة الكرام، القرآن الكريم والاحتفال بالقرآن الكريم وتكريم حضرة كتاب الله عز وجل هو عمل يحبه الله ويحبه رسول الله، وهو عمل المتقين، عمل الصادقين الذين وهبوا أنفسهم وحياتهم لخدمة كتاب الله عز وجل. من هذا المنبر نشكر جزيل الشكر ونقف احتراما وإجلالا لجميع من مروا من هذا
المتصدقين. نشكر المحفظ ديالنا السي محمد موسى اللي كيبذل مجهودات باش يحفظ الطلبه ديالنا، وما نساوش جميع الائمه والمحفظين وعلى راسهم السي اسماعيل والسي عبد اللطيف ولا نسيت شي واحد يسمح لنا، لان القائمه طويله. وكذلك كنشكروا الائمه والفقهاء ديالنا الحاضرين معنا دائما في مثل هذه الاحتفالات وفي هذه المجامع القرآنية الربانية. أحبابي الكرام، نشكركم ونقدر لكم حضوركم هذا الذي دل على شيء فإنما يدل على حبكم لكتاب الله عز وجل ووقوفكم لخدمة كتاب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم نبراسا ويجعلكم نورا لهذه الأمة. طلبة ديالنا والأئمة ديالنا حفظهم الله هم النور ديال الأمة. إذا ما كاينش الطالب ديال القرآن في الجامعة كأنها تعيش في ظلام وتمشي في ظلام. فالطلبة والأئمة والفقهاء ديالنا خصنا نقدروهم وخصنا نحترموهم وخصنا نعطيوهم ما يستحقون من احترام ومن تقدير. فجزاكم الله خيرا وحفظكم الله جميعا. أيها الأخوة الكرام، حافظ القرآن الكريم كرمه الله سبحانه وتعالى، وهو إن كرمنا طالب القرآن وحافظ القرآن فهذا أنه نقف إجلالا ونقف تكبيرا لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. اجتمعنا هنا لنكرم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فمهما احتفلنا اليوم، مهما احتفلنا بأهل القرآن، ومهما كرمنا حافظ القرآن، فيكفيه شرفا أنه من أهل الله وخاصته. وليس هذا فقط أيها الأخوة الكرام، ليس هذا فقط لحافظ القرآن، بل هذا شرف لجميع من يساهم في تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه والإنفاق في سبيل القرآن الكريم. هذا الكرم وهذا الجزاء ما يديش حافظ القرآن وحده، وإنما يستهلوا يجازى به كل من يساهم في التعليم وتحفيظ القرآن. وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحبابي الكرام، نعطي الميكروفون إن شاء الله تبارك وتعالى للطالب المجتهد المرعب ديالنا والفقيه ديالنا، غادي نسميه الفقيه لأنه وصفت لنا التراويح في المساجد ديالنا الفقهية، واخا ركعة صغيرة نسميه الفقيه، حفظه الله وفتح الله عليه بحفظ كتاب الله عز وجل. السي المختار حفيظ الذي نحتفل به اليوم كأحد حافظي أو خاتمي كتاب الله عز وجل. غادي نجيبوه هنا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. السيد رئيس جزء علم الأهل في اللاروس والرسول والسيد المندوب يقيم الشؤون الإسلامية السيد الحاج السعد الحاج ننتظر التحاقه بهذا الحفل المبارك ونعطي الفرصة لأحد طلبتنا بهذا المعهد لتلاوة آيات كينة من كتاب الله عز وجل فليتفضل مشكورا اسم الكريم. الحاضر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله 12 سنة إن شاء الله تبارك وتعالى وعنده السلكة ديال 60 حزب حفظه الله وجعله من علماء هذه الأمة آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد يقال لهم قرناء فزينوا
الأستاذ الفاضل وخطيب مسجد المتقين ببروكسل ببلجيكا السيد عادل الجباري اللي حضر معنا وزادنا فرحة فوق فرحة ويحضر معنا هذا الحفل المبارك تكريما لحفظة كتاب الله عز وجل، فجزاه الله خيرا. نرحب به في هذا الحفل المبارك وتقبل الله منكم هذا المجهود وجعله في ميزان حسناتكم. أيها الأخوة الكرام، نعطي الميكروفون للطالب المجتهد الخلوق أيمن أشن، وهو حافظ لكتاب الله عز وجل، وهو من الطلبة الذين أدوا أو أمنوا المصلين في صلاة التراويح هذا العام شهر رمضان هذه السنة في هذا المسجد المبارك بشدة التعاونية. هذا الطالب الذي أمن المصلين بصفة رسمية مساعدا للإمام كيان الاستعطاف الخماس، فجزاهم الله خيرا جميعا لما قدموه ودائما يقدمونه لخدمة كتاب الله عز وجل. فليتفضل الأستاذ أو الطالب أيمن أشن مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أيها الأخوات الكريمات، الأستاذ رحمة غادي توجد لنا جوج ديال الطالبات ولا ديال طالبات ثلاثة ولا جوج غادي يقراونا بعض الآيات. نعم، يسرى أورا غادي توجد راسها وآية أحمد. يسرى أورا كاينة؟ يسرى أورا كاينة؟ نعم، غادي تهبط هنايا إن شاء الله. وآية الأحمدين، آية الأحمدي غادي توجد راسها إن شاء الله باش غادي تقراونا شي شوية بعدما نستمع إن شاء الله تبارك وتعالى لأحد الآباء الذين لهم غيرة على كتاب الله عز وجل، أحد آباء طلبتنا الأعزاء جزاه الله خيرا أراد أن يشاركنا هذا الحفل بتلاوة مختارة الآيات البينات من كتاب الله عز وجل، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الحياة الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
كويس جدا. الطالبة المجتهدة التي تحب كتاب الله عز وجل هي من الطالبات اللي غادروا سمعوا مزيان. الوالدين ديالها راهم مقيمين بألمانيا وراهم عايشين هنا في المغرب وباش يقريو الأولاد القرآن الكريم سمحوا في الألمان وجاو هنا يسكنوا معنا هنا يقيموا هنا باش يقريو الأولاد ديالهم القرآن. وهذا أحد الأمثلة وأحد النماذج اللي التحقت بنا دابا شي عام ولا عام ونص. نسأل الله نعم بعض الأخوات كاملين كيقراو في المعهد جايين من الألمان نستمع إلى إحداهن وتتفضل مشكورة. اسم الكريم اسمه مريم، الأستاذة مريم مكرم، تتفضل مشكورة إن شاء الله تبارك وتعالى. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مصلحون ولكن لا يشعرون. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون.
إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. يفتح عليكم الله ينجحكم ان شاء الله. ربي يا ربي يا ربي يدير بركه في هذا الدعاءات ان شاء الله. الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله عليك بعلم نافع وجعلك الله نورا لهذا الشباب المبارك. احبابي الجوائز عليهم ونفرحهم نستمع واياكم. الله أكبر. الله أكبر. ها؟ أكبر. كيتك ها؟ رامي. رامي. بكرة. بختار. نحروش المرأة ما شاء الله يسمع سنتين ومشاء وتقرأ القرآن الكريم فادعوا معها إن شاء الله باش رب العالمين يفتح عليها وجعلها من حفظة كتاب الله عز وجل. غادي تقراي اش غادي تقراي انت؟ ها؟ سورة الكافرون إن شاء الله. يلا تركي هاي ماشي. واسط. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم
الله يحفظك يا اختي، الله يجازيك بخير. صح الله ينجحك ان شاء الله. الله ينجحك. أيها الأخوة الكرام، نستمع إلى كلمة للأستاذة ديالنا المحفظة ديال الطالبات كتاب الله عز وجل، تلقي كلمة في هذا الحفل المبارك، فنشكرها على المجهودات الجبارة التي تبذلها في تحفيظ القرآن الكريم لبنات المسلمين، فجزاها الله خيرا وتقبل الله منها هذه المجهودات، فتتفضل مشكورا إن شاء الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة القرآن ويسر لنا حفظه وترتيله، ووعدنا على العمل به جزيل ثوابه، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآله وصحبه الكرام البررة الذين حملوا أمانة القرآن الكريم سالمة نقية من كل سالمة نقية من كل زيف، وأدوها كما حملوها إلى أتباعهم حتى وصلت إلينا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. أهلا وسهلا بكم يا أهل القرآن الكريم، أهلا بكل من شد أو شدت العزم والهمم واختارت أن تكون من بين حافظات هذه الأمة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بناتي وأخواتي في الله وفي درب حفظ القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم في هذا المكان الطيب المبارك باسمي واسمكن جميعا، نرحب بضيوفنا الكرام وأساتذتنا ومشايخنا الأجلاء، وعلى رأسهم العلامة ميمون بفيسو ورئيس مجلس العلم والسيد الدكتور أحمد الحاج. داعين الله عز وجل أن يوفق أبناءنا وبناتنا لحفظ كتابه العزيز، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يجازي كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع الضخم الديني الذي هو مصدر إقبال لأخواتنا على طاعة الله والحرص على حفظ ما تيسر من كتاب الله العزيز، فهذا بحد ذاته إنجاز، وما أعظم من إنجاز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، خاليا من السمعة والرياء، وهو ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسألون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. فزلزلنا هذا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا لن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين حسنا حدائق وأعنابا وكبار ربوا كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كتابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يكون منه خطابا وهدك وفورا
ينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين والفرد عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين. خل الأصابع اليدين وشعر وجندا من تحته سلط ظهر. سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه وذا المختار. 11 الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيمن المينا والشفع والتثليث في مغسولين. بدء الميامن سواك وندب ترتيب مسنون أو مع ما يجب. وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه. وكره الزيد على الفرد لدى مسح وفي غسل على ما حدد. وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيرسل أعضاء في زمن معتدل. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. إذ كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، يعني قبل أن أشرع في القراءة أود أن أوجه كلمة وهي بخصوص فقيهنا. فكل يعني ما نحن عليه يعني هو بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود فقيهنا ومعلمنا الشيخ سيدي محمد موسى الذي لم يبخل علينا يوما بعلم ولا بإجابة قط. فلو الشكر ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي أهله وفي ماله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. صغير العين وياه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من
بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم صدق الله. عاد بدها الدراسة واش بدا السادس 16 شحال زي لا يصلح نوضوا يصلح على واحد الكرا مع السي يصلح